حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل منه بالإعدام شنقا عما أسند إليهما. والله لو كان الأمر لي لكنت أنفذ فيكم حكم الإعدام، أقطع كل يوم منكم حتة. القصة اللي غادي نحكي لكم دابا ماشي خيال وماشي فيلم، راها واقعة حقيقية هزت مصر كاملة. قضية خرجت فيها أسرار ما كانتش في الحسبان، دموع قدام الكاميرات وكواليس أخطر منها. واللي كيحسب راسو فاهم الحكاية غادي يتصدم في الأخير. خليكم معايا حيت اللي جاي خطر من اللي فات. مرحبا بكم في قناة ليالي الناس وحكاياتهم، معكم الراوية حياة، ونبداو على بركة الله. انا سميتي مريم، دابا وانا كنهضر معكم ما بقيتش نفس البنت اللي كنت قبل هاد القصه. القضيه ديالي وصلت حتى للمحاكم الكبرى، والقضاة نطقوا فيها بحكم قاسي بحضور الجميع وبالاجماع، وقالوا باللي الجريمه زنا، اختلاط انساب، ودم سال ظلم. منين كنت كنسمع في الاخبار على ناس تحكم عليهم بالاعدام كنت كنقول في قلبي واخا يكونوا مجرمين كيفاش يقدروا الناس يوصلوا لهاد الدرجه. اليوم الا جا شي واحد وقال لي لو كان الامر بيديك شنو ديري بمجرم بحال صابر، يمكن نقول ليه من كثره القهره اللي دوزت معاه كل نهار نقطع منه شويه حتى يحس غير بنص اللي حسيت انا وبنتي. ولكن حتى هذا ما يرجعش اللي ضاع. انا كبرت في واحد الدوار قريب من مدينه سطات، وسط واحد العائله بسيطه، ماما خويا وانا الكبيره سميتي مريم، وخويا سميتو مراد، وبابانا مات وحنا صغار. وماما هي اللي هزت المسؤوليه علينا بجوج، خدمت في الديوره وضربت علينا تماره، مره هنا مره لهيه، غير باش توكلنا وتجيب لنا طرفه الخبز وتشري لنا الكتوبه للقرايه. وملي بديت نكبر شويه الخطاب ما كيجيونيش بزاف. البنات اللي في عمري تزوجوا قبل مني وانا بقيت في دارنا، وكانوا الناس كيقولوا مريم زوينه ولكن الزهر ديالها ناقص. حتى جا نهار تقدم لي واحد الراجل من واحد الدوار بعيد، جا مع عائلته وطلبني بالحلال. كنت في واحد السن كبيره شويه مقارنه مع صحاباتي، قلت يمكن تكون هذه الفرصه ديالي الوحيده ندير داري ونخرج من حياه الزنقه والخدمه في الديور. تزوجت في الاول قلت الحمد لله وكان عاجبني الحال، ولكن ما دازوش شهور حتى بدات المشاكل. الراجل بدا يتبدل عليا ولا كيبان لي راجل عصبي، كيغوت عليا على اتفه الاسباب، ما كيعرفش يهضر بالشويه ولا بالخاطر. انا طبعي صراحه ماشي سهل، كنرد عليه وما كنسكتش على حقي. كل نهار غوات، كل نهار مشاكل، حتى لواحد النهار قال لي بنت الناس انا اليوم صافي حبست معاك، ما بقيتش قادر نعيش معاك، انت في طريق وانا في طريق. طلقنا ورجعت لدار ماما وانا راسي منزلاه حيت ما عنديش فين نرجع. حاسه براسي فشلت حتى في الحاجه الوحيده اللي كنت كنحلم بها من زمان. صرتو كلشي تجمع عليا، الحمل والفراق، وهنايا لقيت راسي حامله بنتي سميتها شهد اللي ولدتها من بعد شهر تقريبا ديال الطلاق. حسيت براسي ماشي هي هذيك الدوخه الرده، وخاطري ماشي هي هذيك. مشيت عند الطبيبه قلباتني، خرجت لي التحليلات، مشيت درتهم رجعت عندها. شويه وهي تقول لي مبروكه لاله راكي حامله. والنهار سمعت هذه الكلمه ما فرحتش، بالعكس بكيت. قلت كيفاش نولد من راجل اللي هرب عليا وطلقني، وحتى عائلته قالوا لي ما عارفينش عليه فين مشى. حسيت براسي هنايا سجينه في حمل ما كنتش مستعده ليه. ولكن مع الوقت ومع الحركه ديال التربيه في كرشي تبدلت المشاعر ديالي شويه بشويه. دازت شهوره وشهوره ولدت البنيه ديالي، بنتي زوينه وبيضه وعينيها كبار وخدودها مرضى. خويا مراد اول ما شافها قال لي هذه راه ماشي غير بنت، هذه راه قمر. ومن داك النهار ولات سميتها قمر. قمر ولات النور ديال دارنا، ولات النور اللي مضويه عليا حياتي. ماما معاوناني عليها وتهزها معايا في الليل، مراد يضحك معاها في النهار، وانا تنقول ما قسمش ليا ربي راجل يبقى معايا، ولكن عطاني بنيتي وحنان خويا وامي. ولكن جا الوقت اللي الله يستر قلبت في كاع الموازين. من بعد واحد العام ملي تزادت قمر ماما مرضات. في الاول قلنا غير في الاول كنقولوا غير عيانه، ولكن المرض تغلغل في ذاتها كامله وفي مده قصيره ماتت. نهار اللي دفناها حسيت ان الدنيا تسدات عليا، بقيت غير انا ومراد وقمر. من داك النهار قمر ولات كلشي في حياتنا بجوج، لا بضحكها ولا بكاها ولا بالتعنيقه ديالها. مراد مسكين اللي كان خدام علينا كان كيخدم داكشي ديال الالومنيوم وفلوسه كامله كتمشي غير ما بين الكرا والماكله والحاجه اللي خاصاني، لا من اللباس لا من اي حاجه لا ديالي ولا ديال قمر. ما خلى لينا حتى خصاص، وما عمري حسيت انه مقصر معانا. داز سنين وسنين قمر كنشوفها كتكبر قدامي، كتمشي للمدرسه اللي في دوارنا، وملي ترجعت بقات تعاود لي على الاستاذات وشنو كيطرى لها مع صحاباتها. هنا قمر تعلقات بخالها واحد التعلق اللي بزاف، حتى هو كان كيشوف فيها بنته حيت ما تزوجش مسكين وما كتبش ليه الله. حتى جا واحد النهار دار فيه مراد واحد القرار اللي غادي يبدل كل شيء. جا واحد وعرض عليه واحد الخدمه لواحد المدينه بعيده بواحد الصالير اللي هو مزيان. قال لي يا مريم انا ما نقدرش نرفض هذه الخدمه، هذه راه فرصه
باش نوقف على رجلي مزيان. هنا ما قدرتش نوقفو، سافر مسكين وخلاني انا وقمر في واحد البيت اللي كريناه. واحد النهار كنت مشيت نتقدى وانا راجعه انا وبنيتي من السوق وانا مرفوعه وبركه تنفكر. شويه تخرج فيا واحد الطوموبيل ضرباتني، الناس تجوقوا علينا جابونا للسبيطار. ما حسيتش براسي. ومرات خويا اللي كان في المحمديه وصلته الخبر مع جارنا، قالوا لي اختك وبنتها داروا كسيده وقالوا لي الحاله خطيره. جا مسكين تيطير في الطوبيس. دخلت السبيطار ولقينا في واحد الحاله، بقى حالتي صعيبه، الراس مضروب وضلوعي مهرسين، والاطباء زادوا قالوا ليه فرصه النجاه ديالها راه ضعيفه. اما قمر فكانت حالتها احسن مني، فيها غير شي خبيشات ولكن الامل فيها كبير. ما دارش وقت طويل حتى روحي سلمت الله سبحانه وتعالى ومشيت عند ربي. مراد هنايا مسكين تحطم، حس براسو يتيم من جديد، ميته وخت ميته، وبقات غير بنيه صغيره في السبيطار. ولكن القمر الحمد لله تعافت شويه بشويه. ملي خرجت من السبيطار مراد سد داك البيت اللي عندنا في الدوار وخدا معاه قمر وقال من اليوم حياتي كامله غادي تكون لهاد البنيه. هنا وقف معاك. وصل مراد وقمر لديك الدويره اللي حياتهم تسدات على راسهم بجوج. قمر كانت مازال صغيره كتقرا غير في الابتدائي، ملي كتجي تاني كتعاود لي على صحاباتها وكتعاود لي شنو طاري في المدرسه. ولكن مراد بلا سبب قرر يوقف الدراسه ديالها نهائيا. قمر كانت تعجبها القرايه، قالت لي خالي علاش ما نساليش الابتدائي، خليني راني كنبغي نقرا وكنبغي نمشي للمدرسه. وجاوبها واحد الكلام ما عنده معنى، قال لي هاد الدنيا خطيره بنتي، الناس ما عندهم ضمير، خاصك تبقاي هنا معايا امنه. والتحليل ديال هاد المرحله حتى هنا بدا الخطر هيبان. مراد اللي كان حنين بدا كيزرع في بال قمر فكره العزله، كان خايف يفقدها بحال ما فقد ام اخته. ولكن هاد الخوف تحول لواحد الغيره مريضه. قمر صغيره وما عندهاش تجربه، وهنا قبلات بالكلام ديالو حيت كان هو العالم ديالها كامل. دابا انا كنحللها وكنشوف بلي هذه بدايه السيطره النفسيه اللي كتخلي الضحيه تفقد الهويه ديالها بشويه بشويه. الدويره اللي كان كاري مراد صغيره، فيها غابيت وصالون وكوزينه صغيره. مراد ما خلاش ليها الخصوصيه ديالها، كيعرف كل شيء عليها، شنو كتلبس شنو كتاكل، حتى اللي كتفكر فيه ولا كيدخل فيه. وكان كيسمح لها تخرج غير عند الجيران الا خاصها شي حاجه فقط، وغير هو يسالي خدمته يجي عندها. قمر هنا كانت كتنفذ اي حاجه كيقولها ليها بلا ما تناقش معاه، حيت ما كتعرفش شي حاجه اخرى من غير هذا العالم الصغير اللي داير بها. هنا قمر ملي كبرات وصلت لمرحله البلوغ بدات علامات الانوثه تبان فيها. الجسم ديالها ولا تيبان، الصوت ديالها ولا كيرقاق، الوجه ديالها بدا كيزيان. هنا مراد تبدل تماما، ولا كيغار عليها بواحد الطريقه اللي غريبه، وبدا تيحبسها اكثر من الاول، يسد عليها الباب يسد عليها الشراجم، وما خلاهاش تهضر حتى مع الجيران اللي كانت كتهضر معاهم من الصغر. هنا قمر بدا كيدخل لها الشك، ولات كتقول ليه خالي علاش راك خايف عليا بزاف، الجيران راهم مزيانين معايا وانا ما عنديش فين نمشي وما تنقراش، علاش كدير ليا هادشي؟ هو اش تيقول لها؟ ما كتعرفيش الدنيا بنيتي، راه الرجاله كلهم دياب، انتي ملكي انا. والتحليل كيقول ان هاد الغيره راه ماشي حمايه، غير غيره مرضيه. بداو تيبانوا علامات اضطراب نفسي. مراد شاف قمر ماشي غير بنت اختو، حسبها الملك ديالو من الناحيه النفسيه. وهادشي تيبين ان الفقدان اللي عاشوا مع ام اختو خلاه يرتبط بها لواحد الارتباط اللي ماشي مزيان. ومع البلوغ ديالها تحول شهوه محرمه. القمر مسكينه المعزوله ما عرفاش تفرق بين الحنان والخطر، فبقات ساكته، ولا كيرجع معطل بالليل يشرب ويتعصب عليها على اتفه حاجه، وغير كتسولو كيبدا يغوت عليها، تيقول لها انا حر ما تسولينيش على حياتي. توصلت واحد النهار تهرس فيها كل شيء. رجع مراد معطل بالليل، باين عليه انه شرب بزاف، ومشيتو تلاوح يمين شمال. دخل عند البيت اللي كتنعس فيه قمر ولقاها ناعسه. قمر فاقت وتخلعت، قالت لي خالي خاصك تاكل، نجيب لك شي حاجه. هو يشدها من دراعها ولاحها فوق الناموسيه وتعدى عليها. قمر هنا مسكينه انهارت، بقات تبكي وحسات براسها مهرسه، كتقول ان الرجل الوحيد في الدنيا اللي رباها خانها. ولكن مراد ما ندمش، بالعكس كان عجبو الحال وكان مبسوط. ومن بعد سيمانه ديال السكات قال ليها انا صراحه كنبغيك بزاف، انتي ديالي انا، وتا واحد ما عنده الحق ان ياخذك مني. قمر هنا خافت بزاف وحسات براسها مسكينه بحال العبده. اشنع انواع الخيانه نفسيا. مراد فقد السيطره على غريزته، وقمر دخلت في دائره ديال الصدمه النفسيه اللي كتخلي الضحيه تفقد القدره على الرد اجتماعيا. العزله خلاتها ما كتعرفش تعاون حتى راسها. هنا قمر بقات كتقلب على شي خطه باش تهرب منه وتلقى شي حل. واحد النهار خلات مراد غير يخرج للخدمه، جمعات حوايجها وخدات الفلوس من البلاكار، هربت ديريكت للمحطه وبغات ترجع للدوار اللي كان ساكنه فيه. سولات على التران اللي يقدر يوصل ديك البلاصه، ركبات ووصلات. سولات غير على المنطقه اللي كانت ساكنه فيها، ركبات ووصلات. ولكن المشكله انها ما تذكرت لا عنوان ولا سميت الدوار. هنا بقات كتبكي لمده 5 سوايع في المحطه،
خايفه. واحد السيد خدام تماك شافها وجا عندها سولها، ملي قالت لي راني تلفت لا على العنوان ولا على سميت الدوار، قال بنيتي من الاحسن نرجعي لدار. هنا خافت، سيرتو ان بنيه مسكينه عمرها ما خرجات ولا واجهت المجتمع ولا نعست في الزنقه ولا شافت شنو كاين برا. شافت تعياز قالت اللهم نرجع. رجعت للدار عند مراد، رجعت وهي محطمه ما عرفاتش اخرتها كيفاش غتكون. دخلت وسدت على راسها. مراد ملي رجع عرفها بانها كانت خارجه، جا عندها تكرفس عليها قتلها بالعصا وقال لها الا عاودتي نفس الفعله راه غادي نقتلك. دازت شي ايامات ومرضت قمر بزاف، داها للطبيب ويقول لها الطبيب مبروك عليك يا سيدي راه حامله بالشهر الثالث. مراد هنا تصدم وطلب انه يدير لها اجهاض. الطبيب هنا رفض، وهنا اضطروا انهم يتحولوا لواحد الدار جديده بعيده في واحد الحي بعيد وبعيد على الجيران، حيت الجيران كلهم عارفين انه بان راه هو اللي ساكن معاها وهو اللي خالها، وعارفين بانه عندهم مشاكل في حياتهم، حيت الجيران كلهم عارفين القصه ديالهم من الاول، وعارفين بانه هو اللي كيضرب عليها تماره وكيتكرفس على ديك البنيه وخايف لا يفقدها. ملي تحول بلاصه اخرى تيقول الناس هذه راه مرتي جايبها من البلاد صغيره عليا، وسرتو حيت البنيه كتبان صغيره تيقول لهم راه جايبها من البلاد. هنا الحمل المسكينه زاد عقدها وخلى الكذبه ديال الزوج وزوجه تبان حقيقه. فتره الحمل ديالها كانت صعيبه. من بعد ما ولدات لقات راسها ولدات تويميين بنيه وليد. الوليد داز غير شي ساعات ومات، ولكن البنت سلمى كانت عندها ديك الشفه الارنبيه وصحتها على قد الحال مريضه ليهم. هنا قمر استسلمات ولات مرت مراد رسميا. هنا مراد تبدل ولا مدمن مخدرات، خلى خدمته وهنا ولا طالب معاشو. الا بانت لي شي خدمه مشي يقضي، ما كاين شي راه يصبح ناعس. اما قمر حملات مره اخرى، قالها شوفي هاد المره الا ولدتي سواء ولد ولا بنت راه غادي نبيعو. هنا قمر مسكينه وافقات، باعته. ملي شد الفلوس صرف كاع فلوسو على المخدرات وعلى سلمى بنته حيت بنيته كانت مريضه، وعجباتو هاد القضيه حيت فين ماتت ولات تيبيع ليها لدرجه باع ليها 3 د الوليدات. بقات عنده غير سلمى، وكان دائما كتبقى غير في الدار بسبب الشكل ديالها. وقمر تحولت من ضحيه لشريكه، حيت كتقول اصلا ولادي ديال الحرام ما كاينلاش يبقاو معايا، اللهم يمشيو لبلاصه اخرى. مراد قال لها شوفي لقيت لك واحد الخدمه عند صاحبي غادي يخلصك مزيان ويتهلا فيك. وفعلا داه عند صاحبه. هنا مراد مع قمر ما بقاش كيحس بداك حب التملك بحال اللي كان كيحس بها في الاول. صافي داه عند صاحبه عجباتو، مشى داه عند صاحبه عجباتو، هو يقول لهم صافي غنخليها لك. قمر هنا فهمات شنو كاين ولكن وافقات، حيت ما بقاوش عندها المبادئ بحال الاول. مشات ديك المشيشه اللي كانت مغمضه عينيها، خرج عليها وبدلها بمره. وكانت هذه بدايه ثانيه الجريمه واحده اخرى، انها تبقى تخرج مع الناس وكدير علاقات مقابل الفلوس. والسي مراد كيوصلها وياخذ حتى هو النصيب ديالو. الفلوس كثرات، والفلوس كاع اللي كانوا كيشدوها كانوا كيصرفوها على سلمى وعلى مزاجهم. واحد النهار سلمى جات عند ماماها وقالت لها ماما انا راه بغيت نخرج بحال الناس ولكن خفتهم لا يضحكوا عليا على فمي وما مشيتش للمدرسه حيت انا مريضه. هنا قمر قررت ان دير لها العمليه. سلمى هنا وصلت 14 عام. واحد النهار قالت لماماها ماما انا راه بغيت نخرج للزنقه ونلعب، انا راه بغيت انا نخرج نلعب مع صحاباتي ونمشي للمدرسه، واني بحكم المرض ديالي وهذا الشيء اللي طاري لي فمي خفتهم لا يتنمروا عليا ويضحكوا عليا. هنا قمر قررت انها دير لها عمليه ديال الشفه الارنبيه، وفعلا دارتها ليها ونجحات. فرحات البنيه ومراد هو فرح وقال لها سبحان الله العظيم ولات كتشبه لك ملي كنتي صغيره. تبارك الله عليها زيانت ولات تعزلها وسط البنات. هنا قمر بقات مكمله في الخدمه ديالها وكتخرج مع الكليان. حتى واحد النهار حسات براسها مريضه ما قدراتش تنوض من الفراش. قالت ضروري خصني نمشي عند الطبيب. مشات عنده وعطاها التحاليل، وفعلا دارت تحليلات وخرجت ان عندها سرطان الريه. هنا بدات كتتبع الكيماوي، وملي بدات كدير الحصص ديال الكيماوي الشكل ديالها تبدل بمره لدرجه ما قدراتش تبقى تخرج ولا تبقى تخدم. مراد هنا صافي طلعت ليه في راسو حيت ما بقاتش كتدخل ليه الفلوس، ولكن في نفس الوقت كيشوف بنته اللي هي سلمى اللي كبرات وزيانت. وهنا راسو بدا تيدور على جهه بنته. حتى لواحد النهار رجع بالليل ورجع هو شارب ودايخ. مشى فيه قمر ويقول لها شوفي وجدي سلمى راه غادي نخرجها تخدم اليوم بلاصتك. قال لها وجدي لي سلمى راه هي اللي غادي نخرج تبدا تخدم بلاصتك. قمر هنا بدات تتغوت قالت ليه بنتي هي اللي ما تشوفش هذا الشيء وما تقربش ليه. هنا بدا كيدي ويجي في الهضره مع قمر تكثر الغوات، بداو المشاكل بعضياتهم وهو يدفعها، مع الدفعه اللي دفعها طاحت.
مشى ديريكت عند سلمى وقال لي هذاك الشيء اللي غدرتو فمك شحال هادي هو اللي غنديرو فيك دابا. قمر فقط ومشات ديريكت للكوزينه، شدات شي حاجه صحيحه، مشات عنده وخشاتها ليه في ظهره. مورا طيحتو بموتو. سلمى هنا بدات كتغوت، تجمعوا الجيران، جاو البوليس وهزوا الجثه، شدوا قمر وسلمى. التحليل ديال السرطان كان رمز للنهايه حتميه ديال الحرام، وداكشي اللي دارت كان دفاع عليها. ولكن اعترافات قمر كشفت كل شيء، عاودت لهم كاع داكشي اللي داز مع خالها اللي هو بات ولادها، وكتقول لهم دابا عاد كنحس بالراحه. المحكمه حكمت على قمر بالسجن المؤبد، وسلمى دخلت صدمه نفسيه وداوها لمؤسسه الايتام. هذه قصتي لكم اليوم، قصه حقيقيه. فإلا كان كيعجبكم بحال هذا المحتوى ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا شي تعليق بحالكم. خليت لكم راحه الله.